السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. هنعمل النهاردة السهل الممتنع. هنعمل البسبوسة المتكرملة مع بعض بأسهل طريقة، والسر كله في مكون واحد: الحلوانية يعني. بيحطوه بيخلوا البسبوسة بتاعتهم كده ما شاء الله. بصي، عمرها ما تنشف منهم ابدا. طبعا البسبوسة بتاعتنا هتبقى طرية ومرملة كده، وزي ما انتم شايفين حرفيا احلى من بتاعة الحلواني، وطعمها حلو جدا ما شاء الله. شايفين البسبوسة بتاعتي؟ حلوة جدا متماسكة. مش مفرولة. يلا نشوف الطريقة مع بعض. شايفين المنظر بجد؟ اول حاجة هنا يا ست الحبايب هنستخدم نص كيلو من دقيق السمولينا او دقيق البسبوسة. انا بختار الحبة الوسط، في خشن وفي ناعم وفي وسط. انا هنا مختارة الحبة الوسط. وتعرفي الدقيق بتاعك ناجح ازاي لما تختبريه على ايديك كده وما يقفش على ايديكي، ما يبقاش له بقايا على ايديكي. بعد كده بنزل برشة من الملح، وباكت من الفانيليا، كوبايه الا ربع من الزبده المذابه. بغلف دقيق السيمولينا او دقيق البسبوسه بالشكل دوت، يبقى زي حبيبات الرمل. بعد كده الخطوه اللي بعد كده بجيب كوبايه من السكر عليها ربع كوبايه من الميه، برفعهم على النار. وبفضل معاهم كده لغايه ما السكر بتاعي يتكرمل، يبقى واخد اللون الذهبي. ما تكرمليش السكر، يبقى اللون معاكي غامق. البسبوسه بتاعتك هتطلع غامقه معاكي. غير كده ان هتبقى فيها سنه مراره. يعني ما بتكرملي السكر وتغمقيه، هتغمقي معاكي البسبوسه ويبقى فيها سنه لسعه مراره كده. لا، احنا عايزين اللون بتاعي ذهبي. طبعا بعد ما وصلت للقوام ده بنزل بكوبايه الا ربع من الحليب. وطبعا هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف او في اول تعليق مثبت بالجرام والكوبايه، لكل البنات اللي هي بتحب تشتغل بالجرام او الكوبايه. طبعا لو اللبن فصل معاكي ما تخافيش، ممكن تستخدمي بدل اللبن ميه، مفيش اي مشكله. طبعا انا هنا نزلت بمعلقه من الزبده، وده المكون السحري اللي ما بيقولولوش عليه. هي طبعا الحلوانيه اللي طبعا ما بيقدروش يستغنوا عنه، ده بيبقى شيء اكيد معاهم. هنزل هنا بمعلقتين من عسل الجلوكوز، المعلقه. طبعا بحطه كده وبطفي بقى. طبعا بعد ما بحط الحليب بتاعي على الخليط كده بطفي النار. انا عايزه هنا الخليط بتاعي يبقى زي دمعة العين. طبعا انتوا عارفين ان عسل الجلوكوز بتاعي ما مش هيدوب غير لما تحطيه في حاجه دافيه كده ويدوب. بعد كده بنزل بنص كوبايه من جوز الهند، والخطوه دي اختياري، حابه تحطيها حطيها، مش حابه تحطيها ما تحطهاش. انا هسيب الخليط بتاعي يبرد ونشوف هنعمل بعد كده ايه. طبعا بجيب الصينيه بتاعتي وبحاول ان انا ادهنها بالزبده كويس من الجوانب ومن الاطراف كده، علشان طبعا البسبوسه بتاعتي تبقى واخده لون من وش زي الظهر، يبقى اللون بتاعها متكرمل، يعني تبقى ظهرها زي وشها، تبقى واخده لون موحد. في ناس بتدهن طحينه وفي ناس بتدهن يعني زبده. وبصي، في الاول وفي الاخر البسبوسه هي عباره عن ترميله. الحلوانيه مش بيستخدموا لك زبده بلدي ابدا، هما بيستخدموا زبده نباتي عادي، وبيحطوا لك عليها ريحه السمنه البلدي. بتجيبيها من عند اي مستلزمات حلواني او من عند اي عطار. طبعا الخليط بتاعي دي بقى زي رضعة البيبي او زي دمعة العين. بنزل عليها كده بدقيق السمولينا. انا هنا ما بعجنش، يعني ما بعجنش خالص، يعني انا مش عايزة اعجن، انا مجرد ان انا بقلب. لو عجنتي مادة الجلوتين هتشتغل، البسبوسة بتاعتك هتعضم، هتشقق معاكي، هتخبطيها في الحيطة، هتردي تاني. انا هنا مجرد ان انا بقلب من فوق لتحت. دقيق البسبوسة او البسبوسة عامة ما بتتعجنش، مجرد ان هي تقليب. والمقادير دي مقادير من سنين وانا معتمداها في بسبوسة متكرملة او بسبوسة سادة. يعني المقادير دي انا شغالة بيها من سنين. طبعا البسبوسة بصي من الحاجات اللي بتحس ان هي صعبة، بس هي ما هي صعبة، هي عبارة عن مقادير مشيتي مظبوط البسبوسة بتاعتك هتطلع مظبوطة معاكي. طبعا قبل ما بنشتغل كده خلصت انا كده ببقى مشغلة الفرن بتاعي لدرجة حرارة 180. البسبوسة المتكرملة بتاخد منك من 25 ل30 دقيقة، اما البسبوسة السادة بتاخد من 45 ل50 دقيقة. اللي طبعا البسبوسة السادة بتاخد وقت اطول. هنا البسبوسة المتكرملة مش بتاخد، لاننا احنا مكرملين السكر، يعتبر هي ايه، متطبخة كده نص، يعني نص سوا. مجرد ان انا بحطها ان هي بتاخد لون بس ويعني ايه، بتستوي معايا، بتاخد نص ساعة بالظبط وتلاقيها طالعة معاكي ما شاء الله. طبعا انا نزلت بالخليط في الصينية بتاعتي، بحاول انزل بكمية الخليط كلها. وزي ما اتفقنا اوعي تعجني البسبوسة، مجرد ان انت بتقلبيها. بعد ما بحطها في الصينية بتاعتي بقى بسويها بالسبتيولا كده، واحاول ان انا اخلي يعني الوش بتاعها املس ناعم كده.
وما احاولش ان انا اخلي فيها حته عاليه وحته واطيه، اساوي الصينيه بتاعتي تبقى كلها سوا واحد، ما يبقاش فيها حته عاليه وحته واطيه، او الصينيه بتاعتي بجنب. بعد ما بسويها ببتدي ان انا اخبطها خبطتين بالشكل ده. تقدري في الوقت ده تدخليها الفرن لو انت مش عايزه تحطي اي نوع مكسرات. بعد ما بتخبطيها بالشكل ده تقدري ان انت تدخليها الفرن بقى على درجة حرارة 180. انا هحط هنا بندق، والخطوة دي اختياري، عندك موجود حطي، مش موجود ما تحطيش. ممكن تستخدمي فول سوداني، ممكن تستخدمي لوز، ممكن تدخليها سادة، هي مش هتقولك اي حاجة. يعني هي بصي، يعني البسبوسة دي والمكسرات دي على حسب اختيار. بس الحاجة اللي ما بتتحطش على وش البسبوسة اللي هي الزبيب، ما ينفعش ان انت تحطيه على البسبوسة لانه هينحرق منك وهيمرر منك وهيبوظ لك شكل صينية البسبوسة. فممكن تحطي فول سوداني، ممكن تحطي بندق، ممكن تحطي لوز. بصي الحشوة اللي انت ممكن تحطي عين جمل، بصي الحشوة اللي انت حباها، او المكسرات، اي نوع مكسرات انت حابه تقدري انت تحطيه. بعد ما بخلص كده التزيين بالمكسرات بتاعتي، بحاول ان انا اضغط كده على حبات المكسرات بتاعتي. طبعا انا جبت هنا البندق وقسمت كل بندقة على 2، وبحاول ان انا اضغط كده علشان طبعا اول ما تخش الفرن البندق ما يهشش كده ويسيب من البسبوسة بتاعتي. هدخلها الفرن هنا لمدة من 25 ل30 دقيقة. بعد كده هنعمل السيرم بتاعنا. السيرم بتاعنا هنا لمقادير صينية مقاس 30، طبعا اللي احنا مستخدمينها، كوباية ونص من السكر، عليهم كوباية ونص من المية. وطبعا هسيب لكم كل المقادير في صندوق الوصف بالجرام والكوباية، للنص كيلو ومقادير الكيلو. كوباية ونص من المية، كوباية ونص من السكر، باكت من الفانيليا، عصير نص ليمونة. هرفعهم على النار لمدة 8 دقايق. انا مش عايزة السيرم بتاعي يبقى شربات تقيل، لا، انا عايزاه يبقى مجرد ان هو يوصل لدرجة الغليان، يغليله شوية على النار لمدة 3 4 دقايق كده. وبعد كده بنروح مهديين عليه النار بقى ومطلعينه. وبصي هنا البسبوسة بتاعتي ما بتشربش الشربات وهي باردة زي الجلاش والكنافة والكلام ده. البسبوسة بتبقى لسه طالعة من الفرن، والجلاش والسيرم بتاعي بيبقى لسه طبعا نازل من على البوتاجاز. طبعا اخدت اللون الجميل ده بعد نص ساعة. هنزل زي ما انتم شايفين كده الشربات بتاعي سخن والبسبوسه بتاعتي سخنه. التشققات دي كده ما تخافيش منها، اول ما هتشرب السيرم بتاعي كله. البسبوسه اول ما بتنزلي كده بالسيرم بتاعك وتشرب السيرم كله، تعرفي ان البسبوسه بتاعتك ناجحه 100%. طبعا شوفوا، طبعا بعد ما سبتها وشربت الشربات وغطيتها، سبتها من 3 ل 4 ساعات. ومن ألذ الحاجات ان انت تاكلي الحلويات الشرقيه هي تاكليها تاني يوم، او ممكن بعد 3 4 ساعات لما تبرد. طبعا اي تشققات زي ما انتم شايفين كده راحت. البسبوسه بتاعتنا متماسكه، واخده لون حلو جدا من الظهر ومن الوش. البسبوسه بتاعتنا طريه، بصي ليها لمعة حلوة جدا. طبعا البندق بتاعي اخد تحميصة كده ما شاء الله. شايفين البسبوسة حرفيا احلى من بتاعة الحلواني. لو قلت لكم زي بتاعة الحلواني يبقى بكذب. ما شاء الله البسبوسة بتاعتي متماسكة. مش يعني بصي مش بتطلعيها من الصينية كده تلاقيها مفرولة او لازقة في